وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان أبوهما صالحا. بعض المفسرين قال الجد السابع مدري الجد التاسع، يعني القدر لما يجي ينفعك ومعكش حاجة كذا يقول لك شنو لك من حق أبوك ولا من حق جدك. يعني إذن القدر يبحث عن مصلحتك، بل القدر مصلحتك، عين مصلحتك القدر. وأن تصل إلى إدراك هذه الحقيقة وتقول ما أمرك الله أن تقول، مثل قول الله تعالى قل لن يصيبنا، لنا ما قالش علينا. لاحظوا، يعني المصيبة لصالحك ما هيش عليك. على هذا الأساس اللي شرحناه الآن. مش خرق السفينة مصيبة كانت لصالحهم، قتل الغلام مصيبة كانت لصالحهم. اللي استوعبوا القدر يأمرهم الله أن يقولوا هذا القول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، مش علينا. فمتى ما وصل الإنسان إلى أنه يستوعب المشكلة على هذا النحو، ما يتضجرش، ما يسخطش، ما يرى المشكلة هي الحل، يرى المشكلة هي الحل ويحصل له هذا الرضا. يبقى تصور واحد وصل إلى هذا العمق من الفهم، بإيش تخوفه عاد؟ إنه قد يشوف أي مشكلة كتب الله أذن الله به، وما دام كتبها الله ولا أذن الله بها فهي لصالحه 100%. أين يصبح الإشكال؟ يصبح الإشكال إنه الواحد يبدأ يقول تآمروا علينا، أذن يقروا بعدنا، أذن ما هو صحيح. بينما القدر لما يعمل مشكلة للواحد يقول لك راجع حساباتك مع ربك، راجع حساباتك مع ربك. وهذا اللي قد وصلوا إلى إدراك القدر سماهم الله في كتابه الربيون، أي الربانيون. ولاحظوا هذه الآية اللي يقول الله سبحانه وتعالى فيها وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. صوروا جيش بقيادة نبوة وقوام الجيش ربيون، تتوقع انتصار زلزال الأرض، وإذا بالآية تفاجئك أنهم هزموا. بس المفاجأة الأكبر إنه الهزيمة ما هزتهمش، لأنهم يقرأوا الأحداث على هذا النحو. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. يقول لك أكيد الإصابة هذه لصالحنا، الله يشي نحن نصحح مسار، نصحح مسار غلطنا في السير السابق، مع أنهم هم مقاتلوا في سبيل الله كانوا، لكن أكيد في هذا المشوار حصلت لهم أخطاء، فالله سبحانه وتعالى يريد أن يحقق لهم نصر أكمل. فحصلت هذه المصيبة قرأوها على هذا النحو، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. يقول لك نحن خرجنا في سبيل الله وأجرنا حاصل عند الله سواء انتصرنا أو لم ننتصر، وبالتالي ما تفرقش. البعد الثاني فما وهنوا لما أصابهم، لاحظ الماضي لم يهزهم، وما ضعفوا من أنهم يعيدوا المحاولة من جديد. يقول لك نحن سنحاول من جديد والله معنا. وما استكانوا من قوة الأعداء، ليكن العدو بأي قوة يقول لك ربي معي، ربنا رب السماوات والأرض. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، صححوا الماضي حقهم، وما ضعفوا من إعادة المحاولة، وما استكانوا من قوة الأعداء، والله يحب الصابرين. طيب لاحظوا قراءتهم للحدث كيف كان. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا. ما قالوا استآمروا علينا، خدعون إحنا، مكروا بنا، لا. يقول لك في أخطاء عملناها وإحنا عرفنا أخطاءنا، وبالتالي نحن نعتذر إلى الله من هذه الأخطاء، بل في بعض الأمور قد أسرفنا في الخطأ فيها. فصححوا ماضيهم بقولهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبتوا حاضرهم بطلب السند من الله، وثبت أقدامنا. نحن مش راكنين على أنفسنا ولا راكنين على قوتنا، ولا راكنين على تثبيتك أنت يا رب، وانصرنا على القوم الكافرين. لاحظوا صححوا ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم بالعودة إلى الله. هذه هي القراءة الصحيحة للمصائب والأحداث. ولذلك لاحظوا بعد هذه القراءة إيش قال الله؟ فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الربانيين المحسنين. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم.